تخيل انك في مركب في النيل ومركب تانية جت خبطت فيك. اول رد فعل طبعا هتتنرفز وتزعق وتغضب. لو بصيت على المركب التاني وما تلاقيتش اي حد سايقه، غضبك هيروح فين؟ طبعا هيتبخر، لان الانا عندك والايجو ما لقاش حد يلوم. المشكله مش في الخبط ابدا، المشكله ان احنا متصورين ان الناس قصدها تاذينا. في الحقيقه اغلب الشخصيات اللي بنقابلها هي قوارب فارغه، اللي قالت لك ما اتجوزتيش ليه لغايه دلوقتي، وانتوا بقى هتفرحونا ببيبي جديد امتى، ولادك ليه دخلوا مدارس عاديه، وابنك ما دخلش طب ليه، بنتك لسه ما اتجوزتش ليه لغايه دلوقتي، بنتك ما خلفتش ليه لغايه دلوقتي، طب بنتك ما خلفتش ليه لغايه دلوقتي، وهكذا. دايره ما بتخلص من قلوب وعقول فارغه. اللي رمى كلمه سخيفه هو قارب فارغ، مش بيعبر عن قيمتك وذاتك انت. الله عز وجل بيقول لنا واعرض عن الجاهلين، يعني عاملهم كانهم قوارب فارغه، ما تسمحش ابدا للايجو بتاعك انه يصطدم بيهم. السر في كلمتين: افصل الفعل عن الشخص، هو مش قصدك انت شخصيا، بس هو اللي تعبان من جوه. فرغ انت قلبك، ده اللي انت تقدر عليه، لان طول ما انت عندك كبر اي خبطه هتوجعك، ساعتها هتمشي في الحياه اخف بكتير. فايه بقى؟ هتضيع طاقتك كل شويه في الزعيق لمراكب فاضيه؟ دمتم بقلب سليم وفي امان الله.